السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع عمر شاهين. إيه الأخبار يا جماعة؟ مؤخرا وبشكل واضح جدا زاد الكلام عن الذكاء الاصطناعي، وعارف إن أنا متأخر جدا إن أنا أتكلم عن الذكاء الاصطناعي، لكن أنا اتكلمت عنه قبل كده بشكل آخر عن موقع ادوبي بودكاست اللي اتكلمت فيه عن الذكاء الاصطناعي، وكعادتي واللي عارفني إن أنا ما بحبش أمشي ورا الترندات، أنا بحب أمشي بالمحتوى الخاص بيا شوية، ولكن اللي خلاني أتكلم عن الذكاء الاصطناعي هو تخوفي من اللي حصل مؤخرا، مش فكرة الذكاء الاصطناعي نفسه، لأن فكرة الذكاء الاصطناعي نفسه موجودة بقالها فترة طويلة جدا، ولكن اللي قالني هو التطور اللي حصل للذكاء الاصطناعي، لأن أي حاجة طبيعة تولد صغيرة جدا وتبدا تتطور مع مرور الوقت، زي الموبايل مثلا اللي بدا موبايل زراير وحجمه كبير جدا لحد ما وصلنا للسمارت فونز اللي معانا دلوقتي، وزي الكمبيوتر اللي اتولد بحجم رهيب وامكانيات قليله واتطور لدرجه ان الموبايل اللي معانا يقدر يمثل ان هو يبقى كمبيوتر دلوقتي زي ما شفنا في ويندوز فون قبل كده، وكمان اللابتوبات وغيره وغيره وغيره. على النقيض نشوف الذكاء الاصطناعي اللي قدر في فتره صغيره انه يتطور ويقفز قفزه رهيبه جدا ما كناش نتخيلها، ولو بصيت حواليك هتلاقي ان الذكاء الاصطناعي بقى بيستخدم في كل حاجه تقريبا، زي تنقية الصوت زي ما اتكلمت معاك في ادوبي بودكاست وكلين فويس اي اي وغيرهم من المواقع كتير جدا، وزي ان انت تقدر تعمل كرييشن لصور من الصفر بمجرد ان انت تديله وصف يقدر يعمل لك زي ميد جيرني، وزي حاجات كتير جدا تشات جي بي تي يقدر يعمل لك مقالات وغيره وغيره وغيره. اللي حابب بقى اتكلم عليه النهارده هو حاجه جمعت لك بين تشات جي بي تي وبين ميد جيرني، وهي شركه مايكروسوفت اللي دخلت فلوس كتير جدا في اوبن اي اي عشان تقدر تطوع تشات جي بي تي ودالي 2، لان دالي 2 بتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام لصور ابداعيه جدا زي ما نشوف مع بعض. فبدون رغي ومقدمات كتير يلا بينا نبدا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. مؤخرا جالي كومنتات كتير ان الحمد لله المحتوى اللي بعمله كويس والجوده بتاعته عاليه جدا بس المشاهدات ظلمان، ولكن ان شاء الله ربنا له حكمه في ده وان شاء الله يوفقني فيما هو قريب جدا، واكيد ليا ميعاد ان انا اتوفق فيه. خلونا نرجع لموضوعنا وكلامنا عن شركه مايكروسوفت. شركه مايكروسوفت مؤخرا عملت حاجات كتيره جدا نسفت بيها شركه جوجل. اللي ما يعرفش شركه جوجل مؤخرا بتحاول تعمل سلاح تنافس بيه تشات جي بي تي ومسميه جوجل بارد، اللي لسه مش متاح الا لبعض الاشخاص المطورين للتجربه مش اكتر. على النقيض مايكروسوفت خلت الذكاء الصناعي بين ايدينا دلوقتي ونقدر نعمل بيه حاجات كتيره جدا، منها اللي ظهر من يومين وهو ان انت تقدر تحول الكلام لصور عن طريق دالي 2 اللي بتستخدمه مايكروسوفت، واللي هنجربه ان شاء الله في فيديو النهارده مع بعض. لكن قبل ما نروح نجربه مع بعض خليني اقول لك ان الذكاء الصناعي تطور بشكل رهيب في الايام الاخيره او في الشهور الاخيره عشان نكون واضحين اكتر، وزي ما بقول لك وصل بينا الحال ان دلوقتي تقدر تاخد الكلام او النص وتحطه في مواقع تقدر تكريت لك فيديو بشخصيه مش موجوده عن طريق الذكاء الاصطناعي ويبقى فيديو كويس جدا وتقدر تعتمد عليه في فتح قناه يوتيوب. خليني اقول لك كمان ان النص انت ما بقتش محتاج تكتبه، لان في ادوات زي تشات جي بي تي تقدر دلوقتي تعمل لك سكريبت الفيديو كامل، فكل اللي عليك ان انت تروح لتشات جي بي تي تقول له ان انت عايز فيديو عن كذا يكتب لك السكريبت وتروح للموقع اللي انا بقول لك عليه ده، زي مثلا ان فيديو دلوقتي تحط الكتابه بتاعتك يعمل لك فيديو من تلقاء نفسه. وحاجات كتير جدا 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 بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، زي مثلا اداه بتقدر ترفع لك جوده الفيديو من 1080 ل 4K وتعمل لك اب سكيل ليه زي توباز اي اي، وغيرها من الحاجات الموجوده كتير جدا وممكن نبقى نجربها مع بعض تبع. ولكن خلينا في فيديو النهارده ونتكلم عن مايكروسوفت وتشات جي بي تي، فيلا بينا على جهاز الكمبيوتر ونشوف هنقدر نعمل الكلام ده ازاي. زي ما انتم شايفين كده ده تشات جي بي تي، ومن هنا ممكن برضو لو انت بتستخدم مايكروسوفت ايدج فهتلاقي في الجنب شويه حاجات منها بنج اللي هنجربه مع بعض دلوقتي زي ما انتم شايفين كده فتح لنا، ولكن خلينا نروح لمايكروسوفت بنج نفسها ونكتب هنا في السيرش بتاعنا مايكروسوفت بنج ونخش عليه عشان انا عايز اوريكم دلوقتي ايه اللي هيحصل في مايكروسوفت بنج. فهتخش على bing.com من هنا كده هيفتح لك الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، سيبه دلوقتي لان هنرجع له بعدين وخلينا في تشات جي بي تي. زي ما انتم شايفين كده تشات جي بي تي ممكن تقول له اي حاجه انت متخيلها، وكمان المفاجاه ان تشات جي بي تي بيتكلم بالعاميه المصريه، يعني ممكن كده هل تتحدث بالعاميه المصريه مثلا، يعني ممكن تقول هل هتتحدث بالعاميه المصريه، بيقول لك استطيع التحدث بالعاميه المصريه، طيب كلمني بالعاميه المصريه مثلا. انت بتتكلم مع حاجات بيقول لك تمام يا حبيبي في ايه محتاج تسال عنه. زي ما بقول لك بقى ممكن تقول له اكتب لي سكريبت بالعاميه المصريه لفيديو عن استخدام الذكاء الصناعي في صناعه المحتوى، تمام. هيقول لك هيبدا يكتب لك زي ما انتم شايفين كده، هيبدا يديك نصائح او سكريبت بشكل كامل عن استخدام الذكاء الصناعي في صناعه المحتوى. هيقول لك كده اعمل فيديو عن استخدام الذكاء الصناعي في صناعه المحتوى وايه الفايده اللي بيقدمها. زي ما بقول لك كده اولا نبدا بتوضيح ان الذكاء الصناعي دلوقتي بقى مهم جدا في كل المجالات زي اللي انا لسه المقدمه اللي انا عاملها، وهيبدا يحط لك بعض الحاجات الكتيره جدا اللي تقدر تستخدمها. ولكن زي ما بقول لك انت الذكاء الاصطناعي لسه برضه ما وصلش للمرحله ان انت تعتمد عليه بشكل 100%، لازم تراجع السكريبت اللي هو كاتبه، ولو انت بتتكلم عن مع
معلومات سواء دينيه او سياسيه او معلومات كانت موجوده بشكل فعلي لازم تتاكد منها ومن صحتها، لان انت بتقدم محتوى للناس ممكن حد ياخده ويشتغل بيه، فبالتالي لازم تكون متاكد 100% من اللي بيكتبه. زي ما انت شايف كده كاتب لك حاجه، ولكن لو انت مستقل اللي هو كاتبه ممكن تقول له كمل، ممكن تكتب له عدد الدقائق اللي انت عايزها. زي ما انت شايف كده بيبدا يكمل، لكن انا مش عايزه يكمل. ممكن بقى كمان تقول له اقترح لي مثلا 7 عناوين للمحتوى او 6 عناوين او عدد العناوين اللي انت عايزه. خلينا مثلا او على ما يخلص كده اكتب لي او خليها اقترح لي 5 خليها 7 عناوين مثيره للفضول للفيديو مثلا. يعني هيبدا هو يقترح طبعا هذه بعض الاقتراحات لعناوين مثيره للاهتمام والفضول لفيديو حول استخدام الذكاء الصناعي في صناعه المحتوى، ويبدا يحط لك اقتراحات. على فكره انا ممكن استخدم منهم بعض الحاجات اللي اقدر احطها للعنوان بتاع الفيديو ده عشان يبقى يعني خير تطبيق اللي احنا بنتكلم عليه، او ممكن اخد جمل او بعض الكلمات اللي هي انا شايفها كويسه او اعمل كومبينيشن او ميكس ما بينهم واحط العناوين بتاعتي. ممكن تقول له اقترحها لي بالعاميه المصريه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فخلينا يعني نستخدم ان ده يبقى هو تطبيق اللي احنا بنعمله، الفيديو ده يكون تطبيق اللي احنا بنستخدمه. زي ما انت شايف كده كتب لك كيف يمكن للذكاء الصناعي ان يغير طريقه انتاج المحتوى. ممكن اخد انا بقى العنوان ده واحطه، او اي حاجه من الحاجات التانية. مستقبل صناعه المحتوى، هل يمكن للذكاء الصناعي ان يحل محل الابداع البشري؟ انا ممكن اخد دي واعتمد عليها جدا. ممكن اقول له اقترح لي 5 عناوين اخرى ولكن بالعاميه المصريه مثلا. يعني انا بحاول احجزه اكتر. بيقول لك طبعا هذه بعض الاقتراحات لعناوين بالعاميه المصريه حول الحاجه بقى اللي انت بتبقى قايلها له. هيبدا يقول لك هو الذكاء الصناعي وصناعه المحتوى ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني انا شايف العنوان ده جميل جدا وممكن انا فعلا استخدمه. الذكاء الصناعي وصناعه المحتوى بيفرق قوي، تحليل البيانات والذكاء الصناعي في صناعه المحتوى. علاش الحكايه اما دي طبعا مش عاميه مصريه، عشان كده بقول لك ان هو لسه برضو ما وصلش للحاجه اللي احنا بنتكلم عليها 100%. واللي انا بجربه ده النسخه المجانيه فهي تشات جي بي تي 3.5. في بقى النسخه المدفوعه اللي هي ابجريد تو بلس تشات جي بي تي 4، ودي يعني عايز اقول لك انها مثلا ملايين ضعف في النتائج والسرعه والكلام ده كله من شات جي بي تي 3. فعشان كده لو انت عايز، هي الاشتراك طبعا $20 في الشهر زي ما انت شايف كده، ولكن هي احسن بكتير جدا ومدربه على معلومات اكتر بكتير جدا من شات جي بي تي 3. زي ما قلت لك ممكن كمان اكتب لي يعني عشان اوريك ان انت ممكن ما تتعبش في حاجه خالص، وصف بالعاميه، وده الوصف اللي انا هحطه بالمناسبه يعني بالعاميه المصريه. اكتب لي وصف للفيديو زي ما انتم شايفين كده. قلت له اكتب لي وصف الفيديو بالعاميه المصريه، هيبدا هو يعمل لك الوصف بتاع الفيديو زي ما قلت لك برده. راجعه وهيعمل لك كل حاجه. على ما يخلص بقى ممكن تقول له اكتب لي الكلمات المفتاحيه الاكثر بحثا، وهيروح جاي هو كاتب لك الكلمات المفتاحيه الاكثر بحثا حول استخدام الذكاء الصناعي في صناعه المحتوى. زي ما انت شايف كده هيبدا يكتب لك الكلمات المفتاحيه. تقدر انت تاخدها برده كوبي وبيست هناك، تقدر انت بقى تستخدمه في حاجات تانية كتير. عشان اخلص شات جي بي تي واخش المايكروسوفت بينج انا بس بوريك الحاجات اللي هو ممكن شات جي بي تي يقدر يعملها. ممكن انت تحط له حاجه تانية، تقول له مثلا يعني نيو شات، خلينا نخلص بقى الشات ده خالص كده. هو بيحتفظ بالشاتات القديمه بتاعتك في الجنب كده، ممكن تبقى ترجع لها في اي وقت. ولكن خلينا ناخد حاجه جديده كده ونبدا نقول له هنا مثلا ان انت كيف تستطيع اي مشكله تقابلك بقى، تنظيم نوم مثلا، اي حاجه. وممكن تقدر تقول له ازاي اقرا 5 كتب في السنه، او ازاي اقدر اخلص كتاب في شهر مثلا. هيبدا يقول لك النصايح اللي انت تبدا لو مشيت عليها تقدر تعمل الكلام ده كله. بيقول لك حافظ على جدول منتظم للنوم وقلل من المنبهات زي ما انت عايز تقول. ممكن تقول له اكتب لي مقاله كامله عن الموضوع، ولكن انا مش عايز اخش بقى في الحاجات دي. انا عايز اسيب برضو مساحه ليك انت تقدر تروح يعني تشتغل وتبدا تجرب الموضوع بنفسك. خلينا بقى نروح للاداه المهمه اللي انا بقول لك عليها. احسن حاجه في مايكروسوفت ايدج ان انت يعني لو انت بقى دخلت في جوه عالم مايكروسوفت وبدات تستخدم الادوات بتاعته كلها، ان انت هتلاقي ان في امكانيات كتير جدا. لو انا زي ما نشوف كده ديسكفر وعلى شات، هيبدا يفتح لك الشات. زي ما انت عارف ممكن تقول له مور كرييتيف دي لو انت عايزه كرييتيف اكتر في حاجات مش موجوده وهتنشئها من الصفر. اما مور بريسايز يعني دقيق اكتر، دي الحاجات اللي انت لو بتتكلم زي ما قلنا معلومات دينيه او اي حاجه. ممكن تستخدم بالانسد يعني ميكس بين الاثنين. زي ما انتم شايفين كده ممكن نساله هنا نقول له مثلا اي حاجه برضو انت عايز تعرفها. الساعه كام دلوقتي في مثلا وليكن الامارات. انت بتبدا تساله سؤال وبرضو بيبدا يجاوبه لك بنفس الطريقه بتاعتك. في بقى حاجات بيقدر يعطل الذكاء الصناعي قدامك. دلوقتي بيقول لك مثلا الساعه 44 اي ام، يعني الساعه هناك 5 الا تلت صباح، تمام، واحنا هنا الساعه 3 الا تلت، ففي فرق ساعتين فعلا بيننا وبين الامارات. دلوقتي انت ممكن هنا تقول له حل الفزوره التاليه. دي حاجات انا كنت شفت برضو بعض الناس اللي جربت ان الذكاء الاصطناعي بيقف قدام حاجات زي الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. مثلا لو قلت له علي لديها ابنان، تمام، عمر مثلا الاول هو عمر، من الثاني مثلا. يعني بص قال لك ما اقدرش ان هذا لا يمكن ان يكون هذا صحيح، لان عمر الابن الاكبر يجب ان يكون اكبر من عمر الابن الاصغر. اذا كان الابن الثاني يبلغ
يبلغ من العمر عاما فإن الابن الأول يجب أن يكون على الأقل بضعة أشهر أكبر من الابن الثاني، ذلك هذه الفزورة غير منطقية وليس لها حل صحيح. زي ما انتم شايفين كده هو بيبدأ يعطل قدام بعض الحاجات، عشان كده ما تعتمدش على الذكاء الاصطناعي يعني بشكل كلي. طب نشوف بقى مايكروسوفت بانج هل هيقدر يجاوبنا على المعلومة دي ولا لا، وخلينا نشوف كده. احنا برضه ادينا له حل الفزورة التالية، هيبدأ يعني يفكر ويرد عليك. the answer is the riddle is the name of the second son is also عمر، يعني بيقول لك ان الابن الثاني هو عمر. طيب هو كده غلط ليه؟ لان انت بتقول له ام علي لدي ابن الاول عمر، مين الثاني؟ هو برضه مش عارف يجاوبك عليه يعني. فعشان كده بقول لك الذكاء الاصطناعي ليه بعض المشاكل. بس في بقى ميزه في بنج مش موجوده هنا، اللي هي وضع الكومبوز. وضع الكومبوز ده انت بتقول له الموضوع اللي انت عايز تتكلم عنه، بتقول له انت عايزه ايه، باراجراف ولا ايميل ولا بلوج بوست ولا افكار. انا مثلا هقول له بلوج بوست. عايز اللينس بتاعه ايه؟ لا انا عايزه ميديوم، مش هنختار بقى لا شورت ولا لونج عشان نشتغل مع بعض. اقول له مثلا كلمني عن الصيام المتقطع. والصيام المتقطع ده بالمناسبه اللي ما يعرفوش هو نظام من انظمه الدايت او عمل ريجيم يعني عشان تخس. ففي بعض الناس بتستخدمه، هو نظام ممتاز جدا. فعايز اشوفه هل هيبدا يجيب لي معلومات صحيحه عنه ولا لا. يعني عايز اشوف بقى هيبدا يعمل لي اصلا الشكل عامل ازاي، واقدر اقول له من هنا كوبي، واقدر اقول له ريجن الثاني اهو. الصيام المتقطع هو نوع من الانظمه الغذائيه التي تقوم على تناول الطعام فترات زمنيه محدده والامتناع عنه في فترات اخرى. هو بدا يجاوب صح زي ما انتم شايفين كده، وهيبدا يعمل لك مقاله كامله زي ما انت شايف كده، تقدر تاخدها زي ما قلت لك، تتاكد الاول للامانه العلميه وعشان ما تضرش الناس من المعلومات اللي فيها، وتبدا تحطها في مثلا المدونه بتاعتك او اي حاجه من الحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده بيبدا لسه بيعمل مقاله زي ما قلت لك، لا قصيره ولا طويله، هي كده بالنسبه له متوسطه. فهيخلصها وتبدا زي ما انت شايف كده من هنا تقول له كوبي، ممكن تقول له اد تو سايت. تمام، لو انت على سايت. في بقى انسايتس في الاخر برضو تقدر تستخدمها عشان اقول كده كوبي، وتقدر بقى تحطها في مثلا في البلوج بتاعتك وتبدا تستخدمها زي ما انت شايف كده. بس يعني دي كانت الحاجات الموجوده. ممكن تقول له بقى اكتب لي ايميل مثلا عن اعتذار عن الحضور مثلا، تقول له اكتب لي ايميل ان انا مش هحضر والله، فاكتب لي ايميل وخليه ميديم برضه مش كبير. هيبدا يكتب لك الميل بتاع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع اعتذار عن الحضور، المحترم او المحترمات بعد التحيه والسلام اود ان اعتذر عن هذا الحضور للمؤتمر الذي شارك في الاسبوع المقبل مثلا. يعني تقدر انت تاخدها بقى وتحط المواعيد بتاعتك وتحط السبب اللي انت موجود. ممكن تقول له اعتذار عن حضور كذا كذا، مثلا عن حضور حفل الزفاف لظروف مرضيه مثلا. فانت كده تبقى كتبت له كل حاجه زي ما انت شايف كده، جنريت درافت، وتبدا تشوف هيكتب ايه. زي ما انتم شايفين كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي العزيز اختي العزيزه، بعد التحيه والسلام اود ان اعرب عن اسف الشديد لعدم قدرتي على حضور حفل زفافك السعيد بسبب ظروف مرضيه خارجه عن ارادتي. انا مصاب بالتهاب رئوي حاد لقد. هو جود بقى في الحته دي، يعني هو حط البتاع وانا في الحجر الصحي في المستشفى. طبعا هو يعني داخل في حاجات مصريين زياده عن اللزوم، ولكن انت طبعا يعني بعد الشر عن الجميع ان انت هتكتب بقى السبب مثلا بتاع المرض بتاعك، واعلم مدى اهميه هذه المناسبه السعيده بالنسبه لك ولاسرتك، وكم كنت اتطلع وكذا وكذا، ارجو ان تتقبل اعتذاري واخوك او اختك المحبه او المحبه، وتقدر تكتب الميل بتاعك. هو جود في بعض الحاجات، عشان كده بقول لك ما تاخدش كوبي بس تروح على طول تحط حاجه، لازم تراجع الحاجات دي. وزي ما بقول لك هو في الاخر اداك مثال تقدر يعني انت تعمله، وتقدر زي ما بقول لك تاخد كوبي وبس وتقدر تشغله. خلينا نقفل بقى تشات جي بي تي خالص، وخلينا نقفل بنج من هنا ونخش على مايكروسوفت الموقع الجميل. لو انت ما بتحبش تستخدم مايكروسوفت ايدج ودخلت على بنج، هتلاقي من هنا حاجه اسمها تشات. زي ما انتم شايفين كده، دخلت على تشات من هنا هتلاقيه فتح لك نفس التابه اللي احنا كنا فيها هناك، ولكن بشكل اكبر شويه. زي ما انت شايف كده هي بالظبط نفس التابه اللي هي في ديسكفر هنا، اللي هي تشات من هنا، نفس الكلام. في حاجه بقى اسمها انسايت. انسايت دي بيبدا يديك الانسايتس بتاعت الموقع زي ما انت شايف كده. لو انت على موقع معين يقدر يقول لك الرانك بتاعه وعلى اي حاجه. احنا هنا طبعا على بنج اباوت السايت، وبيبدا يقول لك هو في ايه، والتوب هو من التوب 10 في مصر والتوب 10 في العالم، والرانك بتاعه بيقدر يستخدم فين وفين، والترافيكس بتاعته وكل حاجه. يعني انت لو دخلت على موقع تاني تقدر تشوف برضو الانسايتس بتاعته من هنا. ولكن خلينا بقى، انا مش عايز الشات خلاص، احنا جربناه قبل كده. انا بقول لك ده لو انت عايز تجربه من بره مايكروسوفت. الحاجه الرهيبه بقى واللي بتفرق مع الناس كتير جدا جدا جدا، واللي انا متاكد ان المعظم ما يكونش لسه عارف عنها حاجه، وهي لو دخلت من هنا على الايمج بتاعت مايكروسوفت بنج من هنا كده، شايفين الصور دي؟ مالكش دعوه خالص. انت اللي ليك دعوه بيه بقى دلوقتي هو ايمج كريتور من هنا كده. لو ضغطت عليه كليك واحده هيدخلك على الايمج كريتور بتاعتك من هنا كده. هو هنا بيساعدك في بعض الحاجات اللي انت شايفها كده، اللي زي ما بيقول لك دي مثلا فوتوغرافي لو انت عايز تكتب انها تبقى صوره بالمنظر ده كده، وفايبس ومود لو انت عايزها يعني كرتون بشكل كرتوني شويه او ارت ستايل. يعني ممكن تبقى تاخد بقى سكرين شوت من الحاجات دي كده عشان تبدا تحفظهم او تشوف انت العنصر بتاعك هيبقى عامل ازاي، فممكن تاخد سكرين شوت من هنا كده. طيب هو للاسف الموقع ما بيدعمش غير اللغه الانجليزيه في الوضع الحالي، ولكن مع الوقت هيبقى يدعم اللغات الثانيه. ولكن لو انت برضو عايز تستخدم الموقع
وانت ما بتعرفش تتكلم انجليزي او الانجليزي بتاعك مش قوي، فهنختار ان احنا نروح على جوجل ترانزليت مثلا، نعمل من هنا جوجل ترانزليت وتحط الوصف اللي انت عايزه. هتقول له مثلا من الانجليزيه للعربيه، لا خليها من العربيه للانجليزيه، عشان تبدا مثلا تقول له والله انا عايز مثلا من هنا اي وصف بقى انت عايز تدخله هناك، مثلا اطفال تلعب بفانوس رمضان بجوار المسجد مثلا يعني. تمام. وتقول له من هنا كده كوبي زي ما انت شايف كده، يعني تسلكت كل الحاجات الكلام ده كله، تقول له كوبي من هنا، وتيجي على ايمج كريتور من هنا وتقول له بس مثلا ده احنا كده عملنا غلط زي ما انت شايف كده، وتقول له كرييت. اول ما تقول له كرييت هيبدا يفكر لك في الحاجات بتاعتك، ودي الحاجات الريسنت بتاعتي، وهوريكم برضو بعض الحاجات اللي انا عملتها من الموقع ده، الحاجات الجميله جدا واللي انا ممكن استخدم بعض منها في الثامبنيل بتاع الفيديو ده. برضو بيبدا دلوقتي تحت يفكر كده او ياخد وقت ويعمل بروسيسنج عشان يقدر يعملها لك. بيقول لك تحت الصوره بتاعتك هتبقى موجوده دلوقتي بالاي اي زي ما انتم شايفين كده. عمل كام صور مبدعه. طبعا الصوره دي احسن واحده لان فيها ديبث اوف فيلد، ودي برضو كويسه جدا. عمل فعلا اطفال بتلعب بالفانوس في بجوار مسجد. ممكن بقى انت هنا من هنا نكتب له، فاكرين السكرين اللي قلت لك خدها، فممكن تكتب له من هنا كده فايبس وتقول له كرييت عشان يغيرها. نفس الصوره، احنا هناخد نفس الصوره كمثال، بس لو كتبنا له فايبس ايه اللي هيحصل، ولو كتبنا له فوتوغرافي ايه اللي هيحصل. احنا ما كتبنالوش حاجه، فهو خياله ورانا الصوره اللي فاتت دي. تمام. هوريكم بعض الصور برضو اللي انا كنت اعملها عشان استخدمها، لان لو انت صانع محتوى هتحتاج تولد صور تقدر تستخدمها في حاجات تانية. زي ما انتم شايفين كده هنا مثلا انا قلت له ان انت تخيل لي روبوت قاعد بيعمل فيديو اديتنج، الروبوت اديتنج يا فيديو. فكانت دي احلى صوره انا لقيتها بصراحه هو عملها، هوريها لكم دلوقتي. شايفين الصوره فعلا روبوت قاعد بيعمل فيديو اديتنج او قاعد بيعمل مونتاج. برضو ممكن تقول له روبوت مثلا ويز جرين سكرين انا او باك جراوند زي ما انا شايف كده، عشان اقدر اخد مثلا الروبوت ده وانا اقصه زي ده كده واقدر احطه في الثامبنيل اللي انا هستخدمه. والله انا ممكن اقول له مثلا هنا اي حاجه بقى انت عايزها، مثلا تقول له ايه رمضان لاتر وذ، يعني دي فانوس رمضان بجرين سكرين عشان نخليه يعمل لنا فانوس رمضان بجرين سكرين باك جراوند، وانا اقول له بس ان عايز الصوره اللي رياليستيك بس، واقول له تمام اديني بقى فانوس رمضان ومعاه جرين سكرين عشان اقدر اقصه انا بالفوتوشوب واستخدمه في الصور بتاعتي بشكل كويس جدا. هيبدا برضو زي ما انتم شايفين كده your image is being created by AI، ويبدا يعملها لنا ويدينا زي ما انتم شايفين كده فانوس رمضان تقدر انت تقصه بسهوله من الصور اللي موجوده وتقدر تستخدمه زي ما انت شايف كده. مثلا تقول له صوره عن الارتفيشال، يعني تقدر تقول له او كونتنت اي حاجه انت عايزها تقدر تقول له عليها، وتقول له زي ما قلت لك ممكن تستخدم جوجل ترانزليت عشان تقدر تدخل الحاجه اللي انت عايزها بشكل دقيق، تكتبها بالعربي واحيانا انجليزي وانت تكتبها في الموقع. يعني زي ما انتم شايفين كده بعد ما افكر جاب لنا حاجات ممتازه جدا واقدر برضو تستخدمها زي ما انت شايف كده. دي كرييتد وذ اي اي. تمام. الحاجات هنا جميله جدا جدا جدا. ممكن انت بقى في الاخر تقول له سربرايز مي لو انت ما عندكش افكار وعايز تقعد تلعب شويه يعني وما فيش اي حاجه. بيقول لك ابوي ويرنج قايله رين كوت هولدنج ريد بالون، يعني طفل لابس رين كوت اللي هو ماتف بتاع المطر بلونه اصفر وماسك بالونه حمراء، واقف ان فرونت اوف سموكي فولكانو، واقف قدام بركان. تعال نشوف بقى هيبدا يعمل لنا ايه لو قلنا له كرييت. لو مش عاجبك ممكن تقول له سربرايز مي تاني، هيبدا يفكر شويه ويعمل لك صوره تانية. يعني خلينا نشوف هيعمل الاربع صور عاملين ازاي المره دي. زي ما انتم شايفين كده فعلا لابس اهو جاكيت بتاع مطر، واقف قدام بركان مطلع سموك وماسك بالونه حمراء. فيا جماعه لا الموضوع يعني تقدر انت بقى تقول له مثلا shark fights a lion او a golden dog in the woods في الغابه مثلا. خلينا نشوف بقى هيعمل ايه، يعني خلينا نشوف هيتخيلها هو ازاي. ودي اخر صوره بقى نختم بيها عشان بس انا عايز اوريك ان هو يقدر يتخيلك او يكريت لك صوره عامله ازاي. هل هنشوف هيقدر يتخيلها بشكل مظبوط او على الاقل صوره من الاربعه، ولا هيطلع الاربعه بعاد اصلا عن اللي انا متخيله؟ لا والله يعني عامل حاجه كويسه جدا جدا جدا. اهي دي اكتر صوره مثلا قريبه للي في بالي، هي مش هي الصوره اللي في بالي قوي ولكن اكتر صوره قريبه للي في بالي. فعلا سمكه قرش وكلب جولدن وفي بيتخانقوا او يعني بيعملوا فايت في الغابه في الاشجار، وبرضه دي كويسه. ولكن ده مش كلب جولدن، ده كلب يعني قريب قوي للهاسكي مش الجولدن، ولكن برضه ده شارك وده كلب يعني بيعملوا فايت في زي ما انتم شايفين كده فايت في الغابات زي ما احنا دخلنا له الوصف بتاعنا. وممكن تقول له ري ايماجين تاني، ممكن تقول له كرييت تاني بنفس الكلام. مثلا ممكن تقول له بقى اي حاجه انت عايز تتخيلها. مثلا شوف بقى انت ممكن يعني ايه اللي يجي في خيالك كده تحطه يعني وتدخله له وهو يعمله لك. دي كانت كل حاجه اللي هنتكلم فيها النهارده عن الذكاء الاصطناعي، ومش عايز اطول اكتر من كده، ولكن زي ما بقول لك الذكاء الاصطناعي بدا يتطور وبدا ينمو بشكل اكبر من الطبيعي واكبر من المعتاد لاي حاجه تانية، وده يخلي الناس تقلق عشان استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن يشيل بعض الناس او يقلل من فرص الناس، لان الذكاء الاصطناعي دخل في مجالات كتيره جدا جدا جدا. ممكن لو انتوا حابين نتكلم عنها في فيديوهات جايه هستنى تسيبوا لي في الكومنتات تحت. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. هستناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.